باستثناء أمين حارث المصاب، أجرى المنتخب المغربي أول حصة تدريبية بحضور جميع اللاعبين وعددهم 25. حصة تميزت بالجدية والتركيز من جميع العناصر التي أبدت رغبتها في كتابة تاريخ جديد لكرة القدم المغربية في كأس العالم. أمين السبتي حضر ميران الأسود وأعد التقرير التالي. تعكس الصورة الأجواء الصحية التي يعيشها أفراد المنتخب المغربي، يستعدون لتمثيل الوطن في أكبر تظاهرة كروية عالمية. بصفوف مكتملة بعد وصول الممارسين في أوروبا أجريت الحصة التدريبية، كل الظروف مهيئة لرسم خارطة طريق معبدة رغم صعوبة المسالك. وصولنا كان جيدا، الأجواء بين عناصر المنتخب في أفضل حالتها، ولا نشغل تفكيرنا بمنافسينا، سنلعب بأسلوبنا ونحن أيضا فريق كبير، لذلك سنلعب وسنركز في كل مباراة على حدة وسنرى بعدها ما سيحدث. بعودة عبد الرزاق حمد الله وبروز وليد شديرة سيجد مهاجم إشبيلية يوسف نصيري منافسة محمودة على مركز رأس الحربة. في الوسط بدائل عديدة من المفترض أن تغطي على الغياب المؤثر لأمين حارث، وبوجود أشرف حكيمي واختيار نصير مجراوي اللعب على الجهة اليسرى من المتوقع أن يمنح الظاهران قوة للدفاع الذي تعزز بشفاء نايف أكرد ومساندة فعالة للهجوم من خلال يساريات زياش الدقيقة ومراوغات بوفال الفنية. أما حراسة المرمى فهي بأمان في وجود العنكبوت ياسين بونو. مجموعة كتعيش مزيان، كاين مؤهلات كبيرة، يعني موهبات كبيرة في المنتخب الوطني. هادشي اللي كاين، فخصنا نحضروا مزيان هاد السيمانة باش نوصلوا لهاد المقابلة الأولى اللي غتكون حاسمة، باش نحاولوا نقدموا واحد الأداء اللي يخلينا يعني تكون واحد النتيجة إيجابية. الدراري يعني عازمين باش يديروا واحد النتيجة كبيرة إن شاء الله في هاد كأس العالم، وهادشي اللي كاين. نحضروا هاد السيمانة مزيان باش نوصلوا الماتش الأول يعني في مستوى. وسط أجواء يسودها التركيز والتفاؤل، أجرى المنتخب المغربي أول حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام. تركيبة الأسود زاخرة بالمواهب، والتعويل كبير على وليد الركراكي لخلق التجانس بينها لتزأر في اليوم المنتظر بصوت عال. من استاد عبد الله بن خليفة بنادي دحيل، أمين السبتي، بإن سبورتس، الدوحة.